السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد فترة غياب طويلة. النهاردة مفاجأة في أسعار زغاليل الحمام وفي أسعار الحمام عموما. انخفاض ملحوظ يا جماعة في أسعار جميع أنواع الحمام، خاصة الحمام الزينة. انهيار في أسعار حمام الغزار بجميع أنواعه بسبب دخول الشتاء. رقم 2 بسبب دخول فصل المدارس. طبعا الناس كلها مهتمية بالمدارس وبمصاريف المدارس، محدش قادر يصرف دلوقتي على الحمام، التركيز كله على المدارس وعلى فصل الشتاء. طبعا الناس بتخف الكميات اللي عندها وبسبب القلش. النهارده يا جماعه الاسواق متوسط اسعار الحمام. حمام الزغاليل يا جماعه اللي كان عامل 120 بقى عامل 100، واللي كان عامل 150 بقى عامل 120. اسعار الحمام الاسبوع دوت في انخفاض. اسعار الحمام الكبير اللي كان عامل القص، يعني احنا دايما متعودين ان الحمام البلدي بيبقى في السوق ببلاش، تلاقي ممكن الفرد ب 40 جنيه وب 50 جنيه، يعني تلاقي الجوز ب 100 جنيه. بس احذر، ما تفرحش بالفرق دوت وما تفرحش ان الفرد رخيص، اعرف ان في وراه كارثه. دايما الحمام الكبير يا جماعه ما حدش يشتريه من الاسواق، الا لو انت مزنوق في ذكر او ذكرين مفيش مشكله، روح اشتريهم من السوق وهتلاقيهم بسعر كويس. انما الحمام الكبير الشغال اعرف ان في وراه كارثه. عمر ما حد هيديك جوز حمام ب 80 جنيه و100 جنيه وهو سليم، بالعكس اعرف ان في وراه حمام فيه مشكله، لان هو الجوز دوت لو قعد وحصه هيجيب تمن، يعني بتمنه زغاليل ب 120 و150. يعني هو الجوز الكبير دوت اللي هو هيبيعه لك ب 80 جنيه لو خلاه عنده هيجيب له جوز ب 120 جنيه. فطبيعي اكيد الراجل اللي هيبيعه لك او التاجر مش هيخسر، مش حابب ان هو يديك فلوس ويكسبك علشان سواد عليك، الا اذا كان في غش او في مشكله في الحمام اللي هيبيعه لك. تمام. ودايما بننصح اخواتنا مربين يشتروا حمام من عند ناس مربين زيهم، ما تروحش لتجار وتشتري منهم حمام، الا حمام الذبيح فقط لا غير. لو انت عايز تشتري حمام للذبيح انا بقول لك انزل الاسواق عادي، مفيش مشكله، كده كده هيتذبح وكده كده هيتاكل. انما لو انت بتفكر تشتري حمام زغاليل علشان سيادتك تطيره عندك وتربيه، بقول لك ما انصحكش بالحركه ديت. اكبر غلط اللي انت تنزل الاسواق وتشتري زغاليل وتوقفها عندك او تطيرها عندك وتربيها. لان يا جماعه الزغاليل اللي بتكون في الاسواق التجار علشان خاطر يغروا الزبون يعني بيعلفوا الحمام، بيديله علف وبيديله عيش وبيزغطوه، فهتلاقي فرد الحمام اللي جاي لك ده لا يصلح للتربيه، دوت واخد كميه نفخ وكميه علف وكميه عيش وكميه علف بادي، ده تلاقي عنده مشاكل معويه وهيجي لك بيه امراضه. فانت لو عايز تشتري حمام تربيه زغاليل انصحك تشتري من مربي بتجيب الحمام من تحت اهاليه مفطوم تمام، حمام صحته كويسه ويكون مفطوم وبدا يلقط، تاخده عندك والله يعينك ويرزقك. ونصيحتي لو عايز حمام شغال ابعد عن الاسواق. الحاجه الوحيده اللي انت تروح فيها السوق لو انت رايح تبيع حمامك، وانصحك تروح في السوق بدري. لو انت رايح تبيع حمامك انصحك تروح بدري يا جماعه، ما تدوش فرصه للتجار يبيعوا ويشتروا فيكم. نزولك السوق بدري هتنقذك من التجار، هتلاقي الناس تعرف تبيع لها. طول ما انت بتتاخر وتنزل السوق متاخر هتلاقي التجار بيتلموا حواليك وهتلاقي ده بيضغط عليك، ويلا يا عم ده انت مستني ايه، خلاص السوق خلص، خلاص مش عارف ايه، وده بكلمه وده بكلمه، وهم مع بعض بيكونوا عصابه، ده يبعت ده وده يبعت ده ياثروا عليك. لو انت معاك حمام ب 1000 جنيه هياخدوه منك ب 600 جنيه و700 جنيه حرفيا، بسبب الكلام وبسبب الضغط اللي بيقعدوا يضغطوه عليه. هو ده شغلهم يا جماعه، هم بينزلوا يلموا الحمام وياخدوه من ايد دوت ويبيعوه لايد دوت ويحطوا في النص المرزقه بتاعتهم، هي دي الشغلانه. هو التاجر لا بياكل ولا بيشرب ولا بينظف ولا بيروعي ولا بيحصن ولا بيقعد يهتم زينا، بالعكس هو بياخد الحمام من ايدك يبعديك تديله انت ظهرك يلف يروح بايعه لواحد تاني وبيطلع له مصلحه، لا يكون غير اكل ولا غير كلفه ولا غير اي حاجه. هي دي شغلتهم يا جماعه التجار. في تجار تانية بتلم الحمام من الاسواق ويتوردوا المطاعم وتوردوا المطاعم الكبيره وفي الفنادق. كل واحد الله يرزقه، كل واحد ليه رزقه، كل واحد ليه شغله. بس انا بنصح اخواتي الصغيرين محدش يستغلكم، محدش يضحك عليكم. والحمام يا جماعه الايام دي نازل، خاصه الحمام الزينه والحمام الغزار، بسبب قلنا الشتاء وبسبب المدارس. الحمام البلدي نزل شويه بس ما نزلش كتير، يعني الجوز اللي كان عامل الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات عامل 150 جنيه بقى عامل 120 جنيه، اللي كان عامل 120 بقى عامل 100 و110. تمام. خلي بالكم يا جماعه. وطبعا يعني شغله الحمام دي شغل عايزه تركيز، عايزه خبره، عايزه نصاحه، محدش يشتغلك محدش يستغلك. تمام.
وبتمنى لكم يا رب الخير كله. ومش حابب اطول عليكم وقت الفيديو يا جماعه. كان حد متابعين كان بيسالني على اسعار اللحم. بصوا يا جماعه، اسعار اللحم دي يا جماعه بالذات اجتهادي. يعني ايه يا جماعه اجتهادي؟ يعني الحمام اللاحم ممكن تلاقي مربي عنده جوز الحمام الزغاليل بيبيعه ب 220، تلاقي المربي جنبه بيبيعه ب 250، تلاقي مربي جنبه بيبيعه ب 280. تقول لي ايه الفرق بين ده وده وده؟ يا جماعه دي اجتهادات، كل واحد بيقيم حاجته بمعرفته. تمام؟ الحمام ملوش بورصه، يعني ملوش سعر ثابت غير الفراخ البيضه. بتنزل المحل بكام يا عم الفراخ؟ لا والله الكيلو ب 80 جنيه، خلاص يبقى على مستوى الجمهوريه الكيلو ب 80 جنيه. الحمام غير كده، الحمام ممكن تجيب نفس النوع تجيبه باربع خمس اسعار مختلفين، على حسب حجم الحمام وعلى حسب تقليب الحمام وعلى حسب المستوى وعلى حسب الشخص نفسه وعلى حسب حاجات كتيره جدا يا جماعه. كل حاجه ليها اسبابها. تمام؟ فاسعار الزغاليل اللاحم بتلعب من 200، 220، 250، 280 لحد 200 و300. بيبيع لك الحمام اللي هو معتمد على نفسه. تمام؟ بس يكون زغاليل برضه. تمام؟ الحمام الشبيات بيلعب في 300 و300 الحمام الكبير 400، 500، 450، 550 على حسب برضه المكان اللي تشتري منه وعلى حسب عمر الحمام. يكونش الحمام عجوز، يكون حمام شغال، على حسب السلاله، على حسب ايه المكان. يعني يا جماعه اسعار وجه بحري غير اسعار وجه قبلي، معروفه جدا. كل مكان غير التاني. الصعيد الحمام فيه غير الحمام في القاهرة. كل مكان فيه تسويقه، فيه شغلته، فيه تكلفته، وفيه ايه يعني خدماته، وفيه رعايته. يعني الاسعار الكلفة تحت غير اسعار الكلفة اللي فوق. فطبيعي اللي بيكلف 10 قروش غير اللي بيكلف 15 قرش. فطبيعي تكلفة الجوز ده عليا غير تكلفته عليه. في النهاية يا جماعة اتمنى لكم رب الخير كله، وان شاء الله نعمل فيديوهات جايه كتيره. كنا الايام اللي فاتت ملخومين في الشغل وكنا مقصرين مع حضراتكم، واللي عنده سؤال او عنده اي استفسار تحت امركم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.